تخيل راسك في البحر، جالس انت وعائلتك والوليدات كيلعبوا حداك، وفي دقيقة كل شيء كيتقلب جحيم. للأسف هادشي هو اللي وقع لأسرة الطفلة غيتا. مأساة بكل معنى الكلمة. اليوم غادي نحاولوا نفهموا يعني شنو وقع بالضبط لهاد الطفلة اللي عندها غير 4 سنين. غادي نعتمدوا على الشهادة ديال الأب ديالها وشي معلومات وصلتنا. بصح حادثة اللي خلت طفلة صغيرة بين الحياة والموت، وخلت بزاف ديال علامات الاستفهام كدور. المهمة ديالنا اليوم هي نشوفوا تفاصيل هاد الحادثة، السياق ديالها، والأسئلة الكبيرة اللي كتطرح، خصوصا على السلامة في الشواطئ ديالنا والمسؤولية ديال كل واحد. يلا نبداو بتسلسل الأحداث كيف ما عودها الأب. مزيان. الأب وعائلته مشاو للبحر تقريبا مع ديك 3 ديال العشية. الأب حفر واحد الحفيرة صغيرة لبنته غيتا باش تلعب فيها في الرملة، كيف كيديروا بزاف ديال الناس، حدا الباراسول ديالهم. الأب قال أنه بعد غير واحد شوية باش يشرب الماء، يعني مدة قصيرة بزاف، أقل من 2 دقائق، هادشي اللي قال. وفي ديك اللحظة سمع واحد صوت مجهد. آه ملي تلفت لقى واحد الطوموبيل رباعية الدفع، يعني كات كات صغيرة، وجارة موراها جات سكي. دازت نيشان فوق راس بنته اللي كانت كتلعب في الرملة في ديك الحفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصدمة كانت خايبة بزاف. البنت مسكينة فقدت الوعي ديك الساعة، راسها مضروب ومحلول، الجمجمة تهرسات والعظم دخل داخل. الأب مسكين هز هذيك الساعة وداها لأقرب مصحة. الحالة ديال غيتا للأسف مازال صعيبة بزاف، راها في غيبوبة يعني كوما في الإنعاش. عندها خياطة في وجهها وتهريس في الجمجومة. الله يشافيها ويعافيها يا ربي. آمين يا رب. وهنا الأب كيطرح واحد السؤال اللي مهم وموجع في الصراحة. اللي هو كيتسائل واش قانوني أصلاً هاد الطوروبيلات ديال الكاتكرات يكونوا كيدوروا في الرملة في البلاصة فين كيكونوا العائلات والدراري الصغار كيلعبوا، زعما واش عندهم الحق يدخلوا لديك المناطق؟ سؤال منطقي جدا. كيقول يا إما يخليو الناس تجلس بأمان، يا إما يمنعوها الطوموبيلات، ماشي يتلاقاو بجوج ويسبوا في هاد الكوارث. بالضبط. واش القانون كيسمح بهذا الشيء؟ هذا هو السؤال الكبير. والمصدر اللي عندنا كيأكد أن هذه الظاهرة، يعني ديال الطوموبيلات الرباعية الدفع الكواد وحتى الخيل في بعض المرات، ماشي شي حاجة جديدة في الشواطئ ديالنا. خصوصا في شي بلايص معروفة بحال تمارس ودار بوعزة حدا كازا. هادشي كيشكل خطر كبير على الناس اللي كيكونوا كيصطافوا. والمصدر ذكر حتى واحد الحادثة أخرى كانت وقعت العام اللي فات في عين دياب، بنت ضربات بعود. مهم نقولوا أن المصدر كيرفض تماما أن شي حد يلوم الأب ويقول راه الإهمال ديالو. بطبيعة الحال اللعب في الرملة والدراري يحفروا حفيرات راه عادي جدا في البحر، أي واحد عنده وليدات راه كيديرها. بالصح. المصدر كيقول أن الخطأ كله على مول طوموبيل اللي دخل منطقة خاصة بالناس اللي كيتمشاو والمصطافين، ماشي بلاصة الطوموبيلات. والمصدر كينتقد بزاف التصرف ديال هاد السائق، وربطوا بواحد العقلية ديال زعما أنا عندي الفلوس نقدر ندير اللي بغيت، وأن بعض الناس كيحساب ليهم راهم فوق القانون. وشبه القضية بواحد القضية أخرى كانت دارت ضجة كبيرة في المغرب، اللي تعرفت بقضية ولدي فاشوش، زعما كإشارة لديك العقلية ديال استغلال النفوذ. وهذا الشيء كيخلينا نتسائلوا، واش هذه ظاهرة عامة ولا غير حالة فردية؟ سؤال مهم الصراحة. المصدر ما تعمقش بزاف في هذه النقطة، ولكن المقارنة كانت باش تبين واحد الاستياء عام من هالتصرفات اللي كتعرض الناس للخطر. وما ننساوش الدور اللي لعبوه مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. القضية ديال غيثا كانت تقريبا غادي تنسى لولا الضغط اللي داروا الناس في السوشيال ميديا. هادشي اللي خلاها قضية رأي عام، وزاد الضغط باش تكون متابعة وتحقيق للعدالة. وفي المقابل المصدر ذكر أن المحامي ديال الطرف الآخر، يعني ديال السائق، حاول يرمي اللوم على الأب ويتهمه بالإهمال. وهذا الشيء كيدينا نيشان لسؤال المسؤولية. شكون المسؤول؟ واش غير السائق بوحدو؟ ولا كاينه مسؤوليه حتى على السلطات المحليه اللي يمكن ما كاينش مراقبه كافيه باش يمنعوا هاد الطوموبيلات يدخلوا للبلايص اللي فيها الناس. المصدر كيلوج الأساس السائق وكيطالب بتطبيق صارم للقانون، ولكن السؤال كيبقى مطروح على الرقابة. والسؤال القانوني اللي طرحنا قبيله، واش القانون كيسمح اصلا لهاد المركبات تكون في الرمله فين كاينين المصطافين؟ المصدر جاوب بالنفي، قال لك لا ممنوع، ولكن كيبان بحال كاين شي فراغ بين القانون وبين شنو كيطرا في الواقع في شي شواطئ. يمكن الرقابة ناقصة أو القوانين ما واضحاش مزيان لكل منطقة. وفي وسط هادشي كامل كتبقى المأساة الإنسانية هي اللي كتوجع القلب. حياة الطفلة غيتا اللي مازال معلقة بخيط رفيع، والصدمة الكبيرة ديال عائلتها.
الأب ديالها مسكين ما كيطلب والو من غير الدعاء لبنته باش تشافى، والمطلب ديال كل شيء هو العدالة وأن هاد المآسي ما تبقاش تكرر. إذن الخلاصة من هادشي اللي شفناه، الحادثة ديال غيتا كتدق ناقوس الخطر على مشكل حقيقي ديال السلامة في الشواطئ ديالنا. بصح هاد الاستعمال الخطير والغير قانوني ديال هاد الآليات فوق الرملة كيهدد حياة الناس، خاص وقفة جادة. وكنخليو المستمعين يفكروا في هذا السؤال، من غير هذه الحادثة المؤلمة شنو هي الإجراءات اللي بصح خاصة تطبق باش نضمنوا أن البلايص ديال الترفيه بحال الشواطئ يبقاو بصح بلايص آمنة لكل شيء، بعاد على أخطار اللي كان ممكن وواجب نتفاداوها.